الغريب برضو انه قبل الحكم كانوا مشايخ افاضل كده، او مش افاضل بقى، كله عن العلم عند الله، مشهورين بالعباره بتاعت ايه بقى؟ على القدس رايحين شهداء بالملايين. انا معاك والله العظيم 3، انا معاك. يلا يا جماعه كونوا جيش القدس دلوقتي وانا اول واحد هيروح. ما اعترف على نفسي انا بضرب نار زي القرد، قرد ونشنجي، واللي عارفيني عارفين كده كويس. انا من عيله، انا ابويا شخصيا كان بيجاهد في الجناح العسكري في حركه فتح لما انتوا كنتوا قاعدين لسه مقرفصين. بس فاحنا ما عندناش ازمه في ده. انا امي كانت في حصار طرابلس، ما عندناش ازمه. احنا عيله بايعه نفسها مش بالفلوس، احنا بايعين دمنا عشان القضيه العربيه. يلا بينا يا جماعه والله العظيم دلوقتي قولوا يا جماعه احنا بنكون جيش القدس وانا رايح. اديلي انت بس كده البندقيه والذخيره وانا رايح، مالكش دعوه. وندرب الشبان بقى اللي اصغر مننا ونعيش. بس جات الانتخابات وبخ، وخلصوا ال 100 يوم وبخ، ومفيش ولا كلمه ولا حس ولا خبر عن رايحين ملايين شهداء بالملايين على القدس، رايحين شهداء بالملايين. انت فين يا عم صفوت؟ فيش عم صفوت. فين يا عم مرسي؟ فيش عم مرسي. فين يا كتاتني الحدود؟ مفيش. فين يا جماعه دوله الخلافه الاسلاميه اللي هتحرر القدس؟ انتوا مش عمالين تقولوا لقد ولد صلاح الدين من جديد وهو ده الدكتور محمد مرسي صلاح الدين؟ يلا يا جماعه وريني عهد الخلافه. راينا في مصر بس عشان تبقى فاهم، يعني اللي ما بيقراش تاريخ يعرف ان صلاح الدين ده واحد من الناس اللي بهدلت مصر، عشان بس تبقى فاهم. على يد الدكتور محمد مرسي ومن معه من اخوانه وجماعته وحزبه. يلا يلا يا عشاق الشهادة من عيون كل اليهود طيروا النعاس. يلا يا عشاق الشهادة. نعم كل عشاق الشهادة هم حماس، ونقولها من هنا من المحلة من قلب الدلتا من قلب مصر، وليسمع العالم جميعا. ولن نوري ولن نواري ولن نداهن. نعم هدفنا القدس، سنصلي في القدس او ننال الشهادة على اعتاب القدس. الله على القدس رايحين شهداء بالملايين على القدس.